يا صباح الفل عليكم. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. فيديو بقى كله نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه. عايزه اقول لكم ان اليوم ده بجد كان كله فرهضه. في حاجات كتير قوي عملتها في اليوم ده. انا تقريبا طول اليوم واقفة ما قعدتش اصلا. عملت غدا وعملت الاول فطار، بعد كده عملت نسكافيه علشان بقى افوق وكده. ودخلت على الغدا، كنت مقررة ان انا هعمل مكرونة بشاميل. فكنت بقى مطلعة اللحمة من بدري وسبتها بقى لحد ما فكت خالص لوحدها. وطلعت الصلصة وجبت مكرونة وسلقت المكرونة وكده. وقلت بقى اما اعمل اول كوبايه نسكافيه كده عشان افوق. بصوا، الناس اللي ما عندهاش مضرب للنسكافيه، وكمان ما عندهاش هاند بلندر او حاجه او مضرب بيض عشان يضرب بيه النسكافيه وكده. احنا ممكن نعمله بالمعلقه عادي، يعني زي ما انتم شايفين كده انا بحط معلقه ميه صغيره على النسكافيه وبحط السكر، وبفضل اقلب اقلب لحد ما يديني الفوم اللي انا محتاجاه. على حسب بقى، في ناس بتحب الفوم يكون كبير قوي، يعني مثلا نص المج الفوم والنص التاني نسكافيه. وفي ناس لا مش بتحب كده، بتحب الفوم يكون قليل، على حسب بقى رغبتك. بنفضل نضرب بالمعلقة كده لحد ما يعمل معانا الفوم. بس هو بياخد وقت شوية. هنا بقى انا كنت اصلا متأخرة جدا وانا بعمل الاكل. فمع ان انا كنت مطلعه كل حاجه يعني من بدري، بس كان الوقت بقى اتاخر. فقلت بقى اما اشارك معاكم. النهارده هعمل مكرونه بشاميل كده بس بطريقه مختلفه. قررت ان انا اعمل حاجه مختلفه فيها شويه. شفتها في فيديوهات كتير، يعني شفت ناس بتعملها في فيديوهات كتير فقلت اجربها. كنت عايزه اعصق بقى اللحمه، فجبت البصله كده علشان اعملها، ويا ريتني بجد ما جبتها. عايزه اقول لكم ان البصل اليومين دول ليه بايظ كده يعني. الحر مبهدل كل حاجه. انا طلعت البصله هي قد كده بس نصها كان بايظ. بس عملتها بقى. بشرتها، ضربتها في الكبه وعملتها كده. بشر كده اللي هو خشن شويه، وعصقت بيها اللحمه. وعملت المكرونه بالبشاميل دي بجد كانت جوسي قوي الطريقه دي. هي انا هحط اللحمه على المكرونه، يعني هعملهم الاتنين كده ميكس مع بعض واحطها في الصينيه واحط عليهم البشاميل. دي اول مره اعملها. عايزه اقول لكم بقى، انا بجد بجد بشكر الناس الجميله قوي اللي بتدعمني وبتشجعني. في ناس كتير بتدخل تشوف الفيديو. طبعا انا بشوف الاعدادات من جوه اصلا من اللي بيشوف الفيديو بتاعي، ان ايميل جوجل بيظهر عندي. فبعرف مين اللي شاف الفيديو. فانا بجد بشكر الناس الجميلة، الناس اللي بجد انا بحبها من قلبي. اللي بتدخل عشان بس تدعمني. في ناس كتير صحابي او قرايبي ممكن يدخلوا اصلا يعني مش بيفتحوا الفيديو عشان ما يكونش داعم ليا، يعني تخيلوا بتوصل لحد فين. في ناس غريبة ممكن تكون اكتر حنية او اكتر حب لينا من الناس القريبة مننا. يعني زي ما بيقولوا كده، احيانا الغريب بيكون اقرب بكتير من القريب. بس الحمد لله، يعني عايزة اقول لكم ان كل حاجة يعني بيبقى ربنا هو اللي كاتبها، وكل حاجة بتبقى نصيب، فانا مش بزعل على اي حاجة. بس الفكرة ان لما بيكون في حد قريب منك وبيغزلك او بيضايقك او بيعمل حاجة انت متكونش متوقعها، بتبقى حاجة صعبة اوي، بيبقى احساس مش كويس. فبحس جدا ان مثلا ان احنا ما نكونش على علاقة قوية باللي قدامنا، وده هيكون احسن. يعني نحاول نتعامل مع كل حد قدامنا معاملة سطحية. عايزه اقول لكم كمان ان انا حابه اشارك معاكم اهم قرارين في حياتي خدتهم الفتره دي. اولا قرار ان انا هعمل دايت. فطبعا بما ان انا معايا بيبي وكده،
هو هيبدأ ان هو يتطعم، وده تاني قرار مهم جدا معايا الفترة دي، ان عمر بقى عنده 4 شهور فلازم هيبدأ ان هو يتطعم. فالفترة الجاية هشارك معاكم بقى الاكلات اللي احنا ممكن نعملها البيبي لسه 4 شهور، يعني بداية الاكل بتاعه هتكون عاملة ازاي، وهمشي معاكم خطوة خطوة. كمان انا هعمل اكل لنفسي هيكون اكل دايت، وهعمل اكل تاني هيكون الاكل العادي اللي هو بتاعنا بتاع الناس كلها، اللي هي بتعمله بالسمنة بقى او بالزيت او كده. فده كان قرار مهم جدا في حياتي الفترة دي، مع ان انا بقالي فترة قوي بقرر ان انا يعني هعمل ايه. بس خلاص قررت والحمد لله، يعني استقريت على ان انا خلاص هطعم عمر. بعد التطعيم ال4 شهور هبدأ ان انا ادخله الاكل واحدة واحدة، يعني هطعمه حاجات بسيطة كده واحدة واحدة. كمان هبدأ بقى ان انا اعمل دايت، فطبعا مش هيبقى ينفع ان انا ارضعه قد كده. هو اصلا بياخد لبن صناعي، فمش بيعتمد قوي على الرضاعة، يعني مش بيعتمد اصلا على الرضاعة. فعشان كده قررت ان انا اعمل دايت، وفي نفس الوقت اكون بطعم عمر، وفي نفس الوقت هو اصلا بياخد لبن صناعي. فهيبقى داعم ليه شوية، علشان برضو ما بقاش يعني جيت عليه هو بقاله 4 شهور. فكده هبدأ بقى ان انا ادخل الاكل، فدي احسن مرحلة. سمعت فيديوهات كتير ان ده احسن وقت او انسب وقت نبدأ بقى ان احنا نطعم فيه البيبي. عايزه اقول لكم بس هنا انا كنت بشرت البصل ضربته في الكبه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده قعدت بقى ان انا اعمله مع اللحمة علشان ياخدوا كده مع بعض نفس الطعم وكده، يعني اللحمة تاخد من طعم البصل. كمان نزلت عليها بمعلقتين صلصة. انا عندي بيحبوا المكرونة البشاميل ما تكونش بيضة قوي، يعني يكون فيها المكرونة تكون عليها حمار شوية، يعني تكون محمرة شوية كده. بس هنا انا جبت الصينيه كده عشان اعصج فيها اللحمه، بعد ما سبت بقى اللحمه مع البصل مع التوابل مع كمان حطيت عليها عصره ليمونه وشويه ملح ومعلقتين صلصه، وسبتهم بقى شويه مع بعض كده. بعد كده هبدا بقى ان انا اعصج اللحمه في الصينيه كده زي ما انتم شايفين. وفضلت اقلب فيها بقى شوية كتير كده، وبعد كده بغطيها وبسيبها شوية لحد ما تشرب ميتها خالص. وبعدين بنزل عليها كده بنص كوباية مية علشان طبعا اللحمة والبصل يستوي معايا. آم، بس بقى فضلت بقى اقلب فيها كده زي ما انتم شايفين. كنت حاسة ان الصلصة شوية، فنزلت عليها كمان بمعلقتين صلصة. عادة مش بستخدم انواع صلصة اللي هي، يعني بتبقى في انواع كده بتبقى غريبة كده او اسمها غريب. انا بستخدم النوع اللي هو بيبقى معروف او مشهور، او في ناس كتير بشوف ناس كتير بتستخدمه. يعني مثلا زي القهر ده انا اول مرة استخدمه الصراحة، بس هو يعني مش وحش، بس مش بكتر منه لانه بيدي طعم غريب كده، يعني بيدي طعم شوية حامي كده. آم، لان طبعا الصلصة اللي انا كنت بستخدمها اللي هي هاينز بقت مقاطعة، فدلوقتي بستخدم اللي هو القهوة ده، هو كويس. بس بحط منه يعني معلقتين او 3 كتير قوي على المكرونة او كده عشان بس تدي اللون. هنا انا كنت هعمل البشاميل هنا. بعد كده قلت لا، ممكن يكون يعني يزيد عن المقلاية يطلع بره، فليه بقى وليه هتعب في نفسي يعني. فقلت ان انا لا، بعد ما سيحت السمنة جبت اللبن ونزلت بيها بالبشاميل كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده حطيت عليها السمنة اللي انا كنت اصلا سيحتها. بس فضلت اقلب بقى، فضلت اقلب بالمضرب كده، هي اصلا ما بتحتاجش تقليب. لما اللبن بيكون بارد وبننزل عليه بالبشاميل مش بيكلكع، يعني قليل قوي لما بيكلكع، بس ما نحطش زي المقادير اللي مكتوبة على الكيس اللي هو لتر لبن، لا ما نحطش اللتر كله،
يعني نحاول ان احنا نحط مثلا 3 كوبايات لبن بس، وننزل بكيس البشاميل ونفضل نقلب بقى كده. انا كنت لقيتها عادبة سيكة كده، فحطيت لها شوية ملح، وفضلت اقلب برضو لحد ما تقلت معايا. هنا بقى كنت سبت المكرونة طبعا اتسلقت، وانا سبتها تتصفى كده فترة وغسلتها طبعا. لما باجي بقى علشان احط المكرونة في القارب، انا جبت القارب البايركس ده علشان اعمل فيه. بعد كده اكتشفت ان هو صغير ومش واخد معايا الكمية بتاعتي، فقلبته بعد ما حطيت المكرونة زي هتشوفوا دلوقتي. جبت قالب بايركس اكبر وقلبت فيه المكرونة. كانت بقى المكرونة على اللحمة، على البشاميل كمان نزل معاهم في الصينية اللي هي الكبيرة، وقلبتهم كلهم مع بعض. كانت جوسي قوي، لان طبعا انا حطيت بشاميل على المكرونة. لو عايزينها بقى تطلع ناشفة والخرطة كده يعني ماسكة نفسها، يبقى مش هنحط بشاميل اصلا على المكرونة خالص. انا هنا كنت اخدت المكرونة، نزلتها تحت المية شوية، مع ان انا كنت حاطه لها زيت، وحاطه ملح وكده في المكرونة، في مية المكرونة. بس كان لازم ان انا افرفرها كده زي ما بيقولوا يعني تحت المية. فاخدتها وغسلتها تحت المية. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده نزلتها بقى على اللحمة، وفضلت اقلب فيهم هما الاتنين. وبعد كده هنزل في القالب البايركس. انا اول مرة اعمل مكرونة اقلبها في اللحمة، دايما كنت بحط طبقة مكرونة بعد كده اللحمة، بعد كده طبقة مكرونة تانية. بس اكتشفت ان الطريقة دي احسن بكتير واطعم بكتير، لان اللحمة داخلة مع المكرونة كلها الاتنين مع بعض كده. يعني كل مكرونايه هتلاقي فيها معاها اللحمة، مش هتلاقي دي لوحدها ودي لوحدها كده، لا، كله بقى مع بعضه. بصوا هنا كده انا كنت بوريكم ان القارب طلع صغير، فقمت مبدلاه بقى وجبت القارب الاكبر منه، وقلبت بقى المكرونة كده زي ما انتوا شايفين كده. بس انا بسرع الكاميرا طبعا علشان الوقت، بسرع سوري الفيديو عشان الفيديو يعني ما يطولش مني. هنا البشاميل كنت حاسه ان هو خفيف شويه، لان انا حطيت لتر لبن كامل، فكان المفروض ان انا احط شويه اقل لبن علشان يتقل معايا. كمان انا ما كانش عندي نشا علشان اتقل بيها البشاميل، فعملته بقى وقلت بقى زي ما يطلع. بس كان جوسي جدا، كان جميل بجد، وحاسه كده ان هو طري قوي. المكرونه كانت طريه جدا. انا احيانا بحط بيضايه على وش المكرونه، واحيانا لا مش بحطها، على حسب بقى. فمره كده ومره كده، فهي المره دي قلت لا مش هحط حاجه على الوش. بفضل طبعا اخبط في القارب كده علشان البشاميل ينزل تحت. كان عامل طبقه فظيعه. حطيته بقى على البوتاجاز كده وسبته حوالي ربع ساعه. وبعد كده اخدته ونزلت بيه تحت الشواية في الفرن، اديته وش. كنت هنا بوريكم ان كان في كمية بقى مواعين ورايا. كمان انا كنت بغسل منها، يعني دي مش كل المواعين، انا كنت بغسل مواعين، ودي بقى اللي اتبقت معايا. الكبة طبعا مكان البصل وال وال ال... سوري، الحلة اللي كنت عاملة فيها المكرونة. كمان طبعا في بقى كوبايات كتير، وفي كذا دورة عشان بقى العصاير والمية وكده. فكل بقى حد جاي يشرب مية او كده بياخد كوباية. كمان كنت عايزة ايس كريم، كنت عاملة ايس كريم، فكنت حطاه في الكاسات اللي انتوا شايفينها دي. كانت تحفة. كنت عاملة ايس كريم مانجا، كان جميل وبثلاث مكونات بس، مش حاجة صعبة خالص يعني. ان شاء الله هبقى اعمل معاكم فيديو اشارك فيكم طريقة عمل، اشارك معاكم، مش عارفة مالي النهاردة، اشارك معاكم طريقة عمل الايس كريم. وهي سهلة جدا، وبتبقى حاجة لذيذة يعني في الصيف، بدل ما احنا بنقعد كل شوية نجيب ايس كريم. طبعا اي حاجة دلوقتي بقت غالية، وبتبقى كميتها قليلة جدا.
ومحطوط عليها مواد حافظة وكده. ومش ضامنين طبعا مين اللي مسكها وايديه كانت عاملة ازاي اصلا وكده. فلا، دي بتبقى حاجة نظيفة وانت ضامنة انت بتعمليها ازاي، وبتبقي غاسلة ايدك كويس، وبتبقي عاملاها في البيت نظافة كده. وكمان الفاكهة اللي انت بتستخدميها بتبقى نظيفة جدا. فبتبقى كمان هي مفيدة ومغذية للأطفال. فبتبقى حاجة جميلة الصراحة. هنا كنت بوريكم بقى. كنت غسلت الأطباق. يعني كان عندي شوية أطباق بسيطة كده غسلتها، وكان باقي دولت. فقلت اما اكمل. انا بحب ان انا اعمل الحاجة وهي لسه طرية في الطبق كده، علشان تتغسل على طول وتطلع معايا على طول. لكن لو سبت الحاجة نشفت في الصينية او الطبق، اولا بتسيب اثر مكانها. يعني في اطقم ميلامين، الاكل بيسيب اثر مكانه او لون مكانه في الطبق، وما بيطلعش اصلا غير يعني بعد مرور وقت طويل. كمان الحلل دي اللي هي التيفال او الجرانيت او السيراميك، لو احنا سيبناها فترة والحاجة لزقت فيها وكده، فبنيجي نطلعها طبعا بنخربشها كتير كده، فمع مرور الوقت اصلا الطبقة اللي فيها دي بتطلع. فلا يعني حبيت ان انا اغسل كل حاجة ورايا كده واحدة واحدة احسن. بس هنا كنت بوريكم. غسلت بقى، وكنت سايبة الصينية ورايا، كنت حطيتها في الفرن علشان تاخد وش. وكنت يعني سايبة الفرن وسط عليها. كنت قايدة بس الفرن من فوق، ما قيتوش كله. كل شوية اسمع صوت طق، فاجري الاقي الفرن اصلا مفيش حاجة. يعني انا اصلا ببقى مرعوبة وانا بستخدم الصواني دي، مش عارفة ليه، مع انها اصلا تيفال بتدخل الفرن على درجة حرارة عالية يعني عادي، بس برضو بجد بقلق موت منها. آم، بس كانت اصلا الاطباق والمواعين حاجات بسيطة بقى مكان الفطار. مش عارفة كانت اللي كنت عاملة فيها اللبن. بس يعني كان اصلا ورايا كمان غسيل هدوم. جه فجأة كده، يعني اللي هو بقى ما كنتش عاملة حسابي. فبعد ما اكلنا وخلصنا الغدا، كان مثلا على الساعة 4 كده، قمت بقى وشغلت الغسالة وغسلت. مرضتش ان انا اشغل الاوتوماتيك، لان كان معايا هدوم بيضة كتير. عايزة اقول لكم اصلا ان الغسالة فوق اوتوماتيك بتاعتي مش بتنضف، يعني قليل جدا لما بطلع منها الغسيل نظيف، مع ان انا بحط مسحوق كتير وجربت حاجات كتير جدا في المساحيق وكده، اوتوماتيك وغير اوتوماتيك كمان، بس برضو ما بتطلعش الهدوم معايا نظيفة. وكمان عملت العجينة اللي هم قالوا اللي بيقولوا عليها دي. واشتريت برضو المبيض والكلام ده. مفيش بجد، الغسالة فوق اوتوماتيك دي صعب، ما انصحش اي حد ان هو يجيبها. يعني اصلا انت هتبقي مضطره ان انت تشتري مسحوق اوتوماتيك علشان الهدوم تطلع نظيفه معاكي، نوعا ما نظيفه، يعني مش هوعدك قوي. فليه بقى بدل ما نستخدم المسحوق الاوتوماتيك ده في الغساله فوق اوتوماتيك وما تطلعش الهدوم نظيفه؟ طب ما احنا نجيب الغساله اللي هي فول اوتوماتيك وبتطلع الغسيل نظيف. يعني كل الناس يعني اللي بيتكلم بيعمل على المسحوق، بس لو فكرتوا فيها هتلاقوا ان كده كده احنا مضطرين نستخدم مسحوق اوتوماتيك علشان الغسيل يطلع معانا كويس. كنت عامله لهم عصير برتقان بقى، فكان كل شويه الاقي كوبايات جديده تتحط لي في الحوض، يعني بعد ما اغسل الاقي كوبايات جديده. آم، كمان نزلت بقى اللي هي الصفايه بتاعت اللي انا بحط فيها الاطباق بتاعتي، بصفي عليها المواعين وكده. وبدأت بقى ان انا احط عليها الحاجة علشان تتصفى. وبعد ما بتخلص يعني قبل ما اخرج من المطبخ بكون شايلة كل حاجة ورصاها بقى في المطبقية. الصينية بتاعتي البشاميل اللي كانت في الفرن
كانت لسه، انا كنت يعني وطيت عليها بقى خالص علشان اخلص المواعين، وفي نفس الوقت ايه يعني يبقى كله مع بعضه، مخرجش من المطبخ غير وانا مخلصه كل حاجه. آم، خلاص كده كنت بفنش بقى. جبنا بعتهم بقى يجيبوا شيبسي ومخلل وكده عشان يبقى جنب الاكل وكده، لان فعلا انا مش بعرف اكل مكرونه بشاميل غير لما يكون فيه شيبسي ومخلل او كاتشب، يعني لازم حاجه من التلاتة. آم، بس هنا بقى كنت خلصت المواعين بتاعتي. كنت كمان مسحت الحوض ومسحت وغسلته بقى من جوه كده وعقمته، بحط عليه كلور من جوه علشان يتعقم. فكان عندي بقى اللي باقي الببرونات بتاعت عمر، فاخدتها غسلتها بس شطفتها كده تحت الحنفية علشان اطلع اللبن منها، عشان ما يبقاش فيه ريحة يعني في الببرونة وكده. وبعد كده بغلي مية، بغليها كتير وبحطها في حلة صغيرة، وبحط فيها الببرونات وبسيبها ان هي تتعقم شوية. مرة بغسلها بالاوكسي او الصابون يعني بتاع المواعين والمية السخنة، ومرة بغسلها بالمية السخنة بس، ما بغسلهاش بالصابون لان بحس ان هو بيديها كده ريحة. فهي لازم تتعقم، وبعد كده بحطها على طبق علشان تنشف. وهنا المكرونة بتاعتي بقى كانت خلصت وطلعت من الفرن. حطيت اللي بيتحط اللي هو العازل ده، علشان لو حطيت البايركس وهو سخن على الرخامة ممكن يطرشق. فانا حطيت اللي هو القاعدة السيليكون دي، وحطيت كمان الفوطة بتاعة المطبخ اللي انا بمسك بيها، حطيتها تحت الصينية لان خفت ان هي يعني تكون على الرخامة فالطرشة او يحصل لها حاجة، فقلت ان كده اضمن يعني. بس طلعت بقى مخلل، كنت حاطة المخلل في العلبة اللي هي الحافظة دي. العلب دي اصلا دي العلب الحافظة بتاعة المخلل، هي مخصوص اصلا للمخلل، فبتحفظ المخلل معاكي مبيريمش ما بيعملش اي ريحة. لو فضل يعني في الشتاء بحطه بره التلاجة بيفضل ممكن بالتلات 4 شهور. المخلل جوه العلبة دي بيحصلوش اي حاجة ولا ريم ولا بيدبل ولا اي حاجة. اما في الصيف ممكن مثلا يغيب يعني اسبوعين كده، بحس ان هو لا عمل ريم ولا دبل، كأني حاطة المخلل لسه حطاه، سواء بقى ان انا حطيت العلبة دي جوه التلاجة او بره التلاجة. كنت عايزة اوريكم هنا بقى. غرفت كده شوية طبق صغير كده عشان اوريكم، وجيت اكلت بالمعلقة وافتكرت اصلا ان انا مش بعرف اكلها بالمعلقة، يعني لازم تتاكل معايا بالشوكة. ما بتجيش معايا خالص بالمعلقة. عملتها بقى. جبت طبق كده، كنت عايزة اوريكم يعني القوام بتاعها عامل ازاي من جوه. بصوا كده. آه كانت مستوية قوي ودايبة كده، واللحمة بقى مع المكرونة عاملة ميكس فظيع، وكانت عاملة ريحة برضو جبارة يعني. وهنا كنت خلصت بقى الغدا، اتغدينا وشلت الاطباق مكاني ومكاننا يعني وغسلتها، وكمان عملت شاي. آه وبس بقى جيت بقى علشان قمت بقى عشان اغسل، ان طبعا انا لو اكلنا وقعدنا بنتقل فمش بنقدر اصلا نعمل حاجة. كنت عايزة اوريكم هنا، انا كنت شغلت الغسالة النص اللي هي نص اوتوماتيك. بس وهبتدي بقى ان انا احط بقى كذا دور فيها، فممكن مثلا اقصى حاجة ان انا بحط 3 ادوار فيها، مش بكتر علشان المية طبعا بيتغير ريحتها. كنت حاسة ان لا هي محتاجة مسحوق تاني بعد ما حطيت الكمية اللي كانت في الكيس دي. كنت لسه جايبة الكيس ده، فحطيت منه يعني حوالي، هو الكيس اللي هو بيبقى ب25 ده، انا بحط مثلا ربعه يعني او قرب نصه كده على الدور. كمان مش بكتر حجم المية، يعني بحط فيها كمية قليلة قوي. كنت عملت دورين وكان ده بقى تالت دور معايا.
كنت عايزه اقول لكم ان انا خلصت غسيل الساعه 2 بالليل. ما عرفتش اصلا ان انا اطلع انشر الهدوم. ففردتها، اخدتها الصبح، طلعت نشرتها الصبح من بدري، يعني طلعت نشرتها. كنت بحط بقى هنا بنشفها وكده. عايزه اقول لكم ان كان في شرابات واقعه في الحته اللي هي تحت النشاف دي، كانت موقفهولي. فواحده واحده حاولت ان انا اطلعها، كنت وقفت الغساله وطلعتها واحده واحده لحد ما يعني ايه خلاص. كنت هنا قربت اخلص. وكنت يعني انا خلصت، وفي نفس الوقت كنت اتفرهدت جدا. بس بقى ده كان اليوم بتاعي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه.